السلام عليكم. كي راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله يا ربي. اليوم جيت معكم بوصفه اللي هي روز. هذا الروز غادي نديره في الطاجين، وراني دايرت لكم روز في الكيكوطه في القناه تاعي، حوسوا عليه. هذا الروز اللي غادي نديره لكم في الطاجين غادي يقعدنا غير نص ساعه، ولو كان ديريه في الكيكوطه يقعد ربع ساعه. دوك نشوفوا هنايا المقادير اللي عندي. هنا عندي بصل رابيته، وهنا عندي رب حبات ثوم صغار، الروز يبغي الثوم. وهنا عندي دجاج على حساب شنو تبغي ديري دجاج، تبغي ديري دانت. وهنا عندي فلفل اسود، عندي الهيل. هذا الهيل اللي ما تعرفش الهيل تروح عند العشاب تقول له يعطيها الهيل. هذا يجي في القهوه ويجي في الروز، يعني هذا تحليه تلقي فيه حاجه كحله من الداخل. وعندي قرفه عود، ديري غير عود صغير ما ديريش كبير. عندي ملح، عندي سكينجبير، كركم، زعفران ديري غير شويه. وعندي قطعه تاع جامبو صغيره، اللي ما تبغيش جامبو ما ديرش جامبو. وهنا عندي الرند. هنايا درت طاجين، درت فيه الزيت ديري كاس تاع لاتاي صغير، يعني كاس لاتاي تاع زيت. تبعي طريقه تاع التحضير وتبعي هاد لي زاستيس اللي نعطيهم لك باش ينجح لك الروز. نخليه ينقلى. هنا نزيد له النار باش ينقلي لي، يتحمر لي. هنايا نزيده مغرف صغيره تاع زبده، ولا مغرف كبيره ماهاش معمره مليح تاع زبده. نزيد البصل، نزيد الرند، ونزيد الثوم ونخلط. نخلي هذا البصل ينقلى في هذه الزبده والزيت. هنايا غادي نزيد لي زيبيس. زعفران ما تكتروش باسكو دايرين كركم. انا زعفران ما نستعملهش، نستعمله غير في الروز. نستعمل الكركم بزاف، الروز نبغيه يجي صفر. خلوا هاد المكونات ينقلوا شويه، ما تخلوش لي زيبيس ينقلوا لكم بزاف باسكو ينحرقوا لكم ويعطيكم قوم ماشي مليح في المرقه ولا في الروز ولا في الحريره ولا. بون هنايا بعد ما راهم ينقلوا شوفوا الشيريت. انايا ندير هذا العبار تاع الروز. كيما ديري عبار تاع روز ديري 3 عبار تاع ما. انا عندي هذا البول اللي ندير فيه الروز على حساب الكميه، يعني على حساب عدد افراد العائله. الا درتي غرفيه تاع روز ديري 3 غرفيات ما، والا درتي زلافه تاع روز ديري 3 زلايف تاع ما. بون هنايا غادي ندير شويه تاع ما فاتر، غير شويه. نخلي هاد المكونات ينقلوا مع الماء. تبعي هاد الطريقه غادي تنجح لك وردي لي خبر. هنايا عندي مغرف صغيره ماهاش معمره مليح طماطم مصبره، ما تكتروش الطماطيس. كل ما ديروا الطماطيس في اي حاجه ديروا معها شويه تاع سكر.
الريحه راها تشهي. وهنايا نسقي 3 عبار تاع ماء، ما يكون دافي. باسكو غادي ندير عبر تاع روز من هذا، ونخليه كي يطبخ الماء عاد كي يغلي الماء عاد نرمي الروز. ها هو باش المطبخ لي الماء، شوفوا ها هو الروز. انا نستعمل ارز مفور طويل، هذاك الصوص دوك نوريه لكم. كما قلت لكم عبار تاع روز 3 عبار تاع ماء. في هذه الحاله اش نديرو؟ نقصوا للنار، نقصوا لها حدها ونغطوا عليه، ما نحلوش عليه على نص ساعه باش تفيري فيه اسكو نشف. مازال ما نشف، خاصه شويه باسكو كل وحده وعلى حساب النار تاعها. ها هو الروز اللي نستعمله انايا. واللي تستعمل بسمتي تاني مليح، يعني بسمتي هو الفور على صوص، بصح تاني صوص نستعمله بزاف. نخليه نص ساعه ومن بعد نشوفه انا وياكم. انا بعد ما فاتت 25 دقيقه حليت الطاجين. شوفوا الروز تاعي كيفاش طاب، يعني طاب حبه بعيده على اختها. انا غادي غير نوريكم هنايا، ما تخلوهش عريان، يعني غطوه كيما هاك وخلوه واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه باش تزيدوا تلقوه حبه بعيده على اختها. ما تحطوهش تمتم، عمركم الروز ما تحطوه تمتم، خاطش كي تحطوه تمتم غادي تلقوه مرغدن، يعني تلقوه معجن. كي تخلوه واحد ربع ساعه 20 دقيقه غادي تلقوه حبه بعيده على اختها. وكما قلت لكم مده الطهي انا خليته 25 دقيقه، درته في غاز يعني في على هذا كيما هكا كينا، يعني الا درتيه فيه كاع صغير يعني خليه نص ساعه. وانتيا كي تقف ليه 25 دقيقه ماذا بيك تطلي عليه وتشوفيه وما تخليش ينشف لك كاع ينشف لك. بون من بعد كي يعدي واحد 20 مينيت دوك نوريه لكم في صحن التقديم وتشوفوا حبه بعيده على اختها. ها هو وين الروز بعد ما خليته ريح 20 مينيت. هذا هو النتيجه تاعنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا حبه راها بعيده على اختها، راكم تشوفوا. وهذيك الزبده هي اللي تعطيه ثاني هاد اللمعان. راكم تشوفوا ما جا لا معجن لا والو. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وصفه وتجربوها، تهلاو في رواحكم الشيرات. واذا خاصكم كاش حاجه خلوا لي تعليق. سلام.